بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اعزائي مواليد الثمانينات والتسعينات، والاجيال اللي قبل كده والاجيال اللي بعد كده، يسعدني ويشرفني ان انتوا بتتابعوني. النهارده هنتكلم عن الصحة العامة، وخدوا بالكم فيها شوية تفاصيل كتيرة كده، فما تقفلش الفيديو وكمل للاخر لو سمحت. مبدئيا ناخد بالنا من اولادنا كويس قوي. السادة اولياء الامور اللي بيتابعوني، ناخد بالنا من اولادنا كويس قوي. الفلوس اللي بنديها لهم نكون عارفين هتتصرف في ايه. بمعنى ان اولادنا مثلا على سبيل المثال هيصرف 100 جنيه، ما ادلوش 80 عشان ما يبقاش محتاج. ما ادلوش 200 عشان ما يبقاش معاه فلوس زياده بزياده. خلاص. من حوالي كام يوم كده حصلت حالة، بس طبعا مش هذكر اسمها لان ما استأذنتوش طبعا في البداية عشان اذكر اسمه في فيديو. فحصل حالة ان في احد اولياء الامور الافاضل كلمني: يا كابتن، في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، انا اكتشفت ان ابني بيتعاطى. انا اسف في الكلمة، بلاش كلمة التعاطى دي لان بتتقال دايما على المواد المخدرة. ابني بيستعمل او بيستخدم وقال لي اسم مكمل غذائي معين. تمام، طبعا مش هذكر اسمه لان ما يبقاش تسويق او ترويج ليه يعني. المهم خلاصة الكلام، الولد دوت اندر ايدج طبعا، تحت السن، ما ينفعش يستخدم المكمل ده. المكمل دوت بداية استخدامه اللي المفروض لو حد هيستخدمه تحت اشراف طبيب، وفي حالات معينة، مش يستخدم كده عمال على بطال. بيستخدم من سن 18 سنة وانت طالع. تمام كده. وليه طريقة معينة في استخدامه، وليه إرشادات معينة، وليه مدة معينة. الكلام ده كله هو طبعا ما اتبعوش، وهو ما يعرفش عنه أي حاجة. هو شاف زمايله بيجيبوا من دوت، راح رايح جايب علبة من دوت وبدأ يستعمل فيها، وشكرا على كده. طيب، مبدئيا المكملات الغذائية، لو هنتكلم عن المكملات الغذائية، مش هنتكلم عن المنشطات دلوقتي، هنتكلم عن المكملات الغذائية بالتحديد. هو هتتصنف ان هي مكملات غذائيه من اسمها كده، مكملات غذائيه. وانا يمكن سبق اتكلمت في الموضوع دوت قبل كده، ان انت دلوقتي شخص رياضي او شخص طالع من عمليه، او سيده بعد في بعض حالات العمليات والوضع والكلام ده كله، اللي هي الولاده يعني. الوضع يعني الولاده، عشان في ناس برضو متعرفهاش. فدلوقتي الطبيب شايف ان كميه الاكل اللي الشخص ده بياخدها مش مكفياه او مش ملبيه كل احتياجات جسمه، فبيضطر يقوم كاتب له مكمل غذائي بنسب معينة بمقادير معينة لمدة معينة. لغرض ايه؟ لغرض يعتبر استشفائي او علاجي، او ان هو يزود المواد الغذائية في جسم الشخص ده لمدة معينة. كويس. طيب، لو واحد رياضي بيبقى بيلعب في مستوى عالي، مستوى رياضي عالي، مستوى منافسة عالي، وبينافس على مستوى معين، وبيخضع لإشراف طبي معين، والدكتور بتاع التغذية أو الدكتور اللي بيشرف عليه على حالته الصحية وعلى تحاليله وعلى الدنيا بتاعته كلها، هو اللي بيرشح له مكمل معين لمدة معينة بجرعة معينة، بالتنسيق طبعا مع المدير الفني بتاع اللعبة اللي هو بيلعب فيها، أو الأخصائي البدني بتاع تخطيط الأحمال بتاع اللعبة بتاعته. كويس كده؟ طيب، فيما عدا ذلك سيادتك ما تاخدش حاجة من اي نوع من انواع المكملات الغذائيه من نفسك. ما انا بتكلم كده عن مكملات ايا كان بقى، سواء بروتين ولا كرياتين ولا ان شاء الله حتى اي نوع، اي اسم، اي شركه. انا ما بحددش حاجه معينه، انا بتكلم في العموم. طيب، لو انا دلوقتي جبت حاجه معينه وبدات استخدمها، واكتشفت، او انا دلوقتي ولي امر اكتشفت ان ابني بدا يستخدم حاجه معينه، اتصرف معاه ازاي؟ اعمل معاه ايه؟ مبدئيا لازم تعرف الحاجة دي استخدم منها كمية قد ايه، وهل الحاجة ديت مسموح لي بيها ولا لا، في السن بتاعه ولا لا، حالته الصحية تسمح ولا لا، حالته التدريبية تسمح ولا لا. حاجات كتير قوي داخلة في الموضوع المكملات دوت. خلاصتها ان انت لازم تكون بتتمرن مدة ما تقلش عن 3 شهور او اكتر، ان انت تكون بتتمرن بانتظام من 3 4 مرات في الاسبوع او اكتر. ان انت تكون منتظم في نظام غذائي معين. لازم تكون وجباتك الغذائية ملبية كل احتياجات جسمك، وانت بتزود علشان ترفع مستواك التدريبي وترفع كفاءتك البدنية بشكل معين. طيب، في ناس بتستعمل الكلام دوت عمال على بطال. يعني انا شايف نفسي ضعيف شوية، عايز احسن قدرتي في الجيم شوية، عايز اشيل اوزان اعلى شوية، اقوم رايح جايب علبة بودر، ولا رايح جايب بتاع، ولا رايح جايب كذا ولا كذا ولا كذا، وابتدي استخدمه. طيب، مبدئيا كده انت بتضر نفسك ازاي؟
تضر نفسك اولا ان انت ما اسستش جسمك صح، ما اسستش جسمك بشكل طبيعي، ما اسستش جسمك بشكل مظبوط. وفي الناحيه التانية بتضر جسمك من ناحيه تانية ان انت بتدخل له مواد كيماويه مش سيفتي لجسمك، او مش متناسبه مع حالتك الصحيه، لان انت ما تعرفش حالتك الصحيه عامله ايه. انت كويس، بس وظائفك الداخليه واعضائك الحيويه انت ما تعرفش عنها حاجه. انت ما حللتش وظائف كلى ووظائف كبد عشان تعرف انت دنيتك ماشيه ازاي، ما شفتش مستوى هرموناتك ماشيه ازاي، ما شفتش مستوى كرات الدم البيضاء والحمراء عندك في الدم ماشيه ازاي، ما شفتش مثلا الانسولين في جسمك عامل ازاي. فانت ممكن تاخد حاجه ترفع لك سكر الدم جامد جدا، تبتدي انت محتاج كميه انسولين زياده، فجسمك يبتدي يفرز انسولين زياده، في وقت من الاوقات هيحصل عندك عجز في الانسولين، هتبتدي سيادتك تخش في دوامه لا قدر الله مرض السكر. طيب ما حصلش الكلام دوت وانت بتاخد حاجه فيها بروتين بس، او خلاصه بروتين بس، او بروتين مركز، سواء كان في صوره بودر او احد مشتقاته او احد المركبات الكيميائيه اللي بتستخلص من الامينو اسيدز اللي بتطلع من البروتينات. حضرتك دلوقتي بتاخدها في صورة غير صورتها الطبيعية، فجسمك فيه جزء من الحلقة الكيميائية اللي بتدور في جسمك مفقودة. الجسم مرة واحدة بيفاجأ بكمية ضخمة جدا من حاجة المفروض هو اوريدي بتجيله في شكل مركب، ويبتدي يفكها لعناصرها الأولية. انت رحت مديله كمية عناصر أولية بشكل مبالغ فيه عشان هو يخزنها في مخازن إنتاج الطاقة. يعني مثلا على سبيل المثال الحالة اللي اتكلمنا فيها من حوالي 4 5 أيام دي، كانت الولد، مش هقول اسمه لأني ما استأذنتوش طبعا ولا استأذنت حد من أهله. فالولد جاب كرياتين. الكرياتين المفروض دوت الواحد بياخده بطريقة معينة علشان يبتدي يزود مخازن إنتاج الطاقة بالكرياتين دوت، علشان لما يتحد مع الفوسفات ينتج حاجة اسمها فوسفوكرياتين، تدي طاقة في الجسم بشكل اكبر، تخليه يقدر يؤدي اداء لمدة اطول، او بيعلي نسبة التحمل بتاعته بشكل اكبر، وبالتالي القوة ممكن يقدر يزودها في رفع اوزان اعلى في الجيم، او اداء افضل في السباحة او في الجري او يعني بتخليه يعمل مجهود افضل بشكل افضل هو ما كانش متعود عليه. كويس كده. طيب بتتمرن بقالك قد ايه يا حبيبي؟ الولد كان بيتمرن معايا من فتره طويله، وبعد كده وقف تمرين معايا سباحه طبعا، وبعد كده قاعد في البيت بقاله تقريبا على ما اعتقد ما يقارب السنه، وبعد كده راح الجيم مع اصحابه واشترك ومش عارف ايه وكلام من ده. طيب ماشي زي الفل. الولد عنده كام سنه؟ 16 سنه. يعني مش مسموح له ان هو يستخدم الكرياتين ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، الولد يستخدمه بجرعات معقولة ولا جرعات عالية؟ متهيألي يستخدمه بجرعات معقولة لسن فوق ال 18 سنة. طيب استخدمه صح ولا غلط؟ نفترض ان هو استخدمه صح. طيب هل جاب معاه تأثير ايجابي؟ جاب معاه تأثير ايجابي. طيب هل معنى كلامك كده يا كابتن ان انت بتقول الناس تستخدمه والكلام ده؟ لا، ثانية واحدة، كمل بقية الفيديو للآخر. ثانية واحدة. دلوقتي انت استخدمت الكرياتين ده في شكله ده في صورته دي عشان تحسن اداء معين. طب الكلام ده لمده معينه ولا مطول فيه؟ انت اصلا ما تعرفش، انت جايب العلبه لغايه ما تخلصها. الواد بسم الله ما شاء الله جايب العلبه ان توفر تمنها معاه ودايس فيها وهيخلصها، مش هيعرف بقى اللي حصل في جسمه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت جسمك مش متأسس كبنيان مظبوط علشان تبتدي تزود له حاجه هو ما يقدرش منها. بمعنى ايه الكلام ده؟ الناس القديمه شويه، الناس مواليد التمانينات والتسعينات، بص على والدك، بص على عمك، بص على خالك او قرايبك اللي هم مواليد ستينات وسبعينات، ربنا يديلهم الصحة طبعا لو كانوا عايشين، ويرحم اللي مات منهم. بص عليهم، شوف بنيانهم الجسماني، قوتهم الجسمانية عاملة ازاي. خد عندك يا باشا، رقم واحد، ما كانش فيه جيمات في التوقيت دوت في البلاد. تمام. الجيمات بدأت تخش مصر في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات مع موجة الانفتاح وكمال الأجسام، والناس تلعب كمال أجسام وتقف على المسرح وتعرض وكلام من ده. مبدئيا مفيش حد بيقف على المسرح ويعرض ويبقى طبيعي، قولا واحدا، أيا كان بقى المسمى بتاعه، بقى كمال أجسام ولا فيزيك ولا كلاسيك فيزيك ولا أيا كان المسمى بتاعه. مفيش واحد بيقف على المسرح يعرض جسمه
يعرض كتلة عضلية ضخمة وبيبقى طبيعي حتى لو كانت جيناته ممتازة. تمام، لازم بيكون واخد مكملات، وفوق المكملات ديت حاجات تانية، هرمونات ومنشطات وليلة كبيرة جدا، ماشي صيدلية متحركة. فربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. وبقول ربنا يشفيهم ويعافيهم، لان الناس ديت مبتلاه. وفي ناس منهم بتسمعني دلوقتي، بقول لهم ربنا يشفيكوا ويعافيكوا، وتخلعوا من اللي انتوا فيه دوت قبل ما اجهزتكم الحيويه تتدمر. وربنا يا رب يوفقكم وتقدروا تخلعوا من الكلام ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، بص على الناس القديمه دي. بص على الناس القديمه دي، مبدئيا ما كانش فيه جيمات، كان كله اكل طبيعي، كان كله رياضه طبيعي. شغل فتنس او سويدي، بس في البلدي كده كانوا بيسموه زمان سويدي وجمباز. وشغل تمارين ارضي، تمارين بوزن الجسم، شويه عقله وشويه ضغط وشويه بطن وشويه جري وشويه سكوات وشويه مدرجات وسلالم وكلام من ده. ادي اللي كانوا بيعملوه. الكلام دوت سواء في كليات تربيه رياضيه، سواء في التمارين بتاعه الرياضيين كلها في مصر، سواء في الجيش، الناس اللي كانوا مجندين. بص على الناس بقى اللي دخل الجيش، اتفرج عليها، وخاصة لو كان مقضي مدة طويلة في الجيش، مش سنة ويخرج، لا، اللي مقضي سنتين وثلاثة في الجيش. اتفرج عليهم، بنيانهم الجسماني القوي اللي متأسس مظبوط. بص عليه لغاية ما بقى عدى ال60 سنة، جسمه دي لغاية دلوقتي عامل ازاي. حتى لو امراض الدنيا مسكته، حتى لو اهمل في صحته، حتى ولو وجباته الغذائيه دلوقتي ما بقتش مظبوطه زي قبل كده، بص عليه جسمه اللي اتأسس كويس جدا وهو صغير في عز شبابه، لما كبر بقى جسمه عامل ازاي. بص عليه هتلاقيه وتد، واحد واقف على رجليه، واحد متأسس. طيب تعالى بص بقى العكس. تعالى بص الواحد دخل اتمرن في الجيم، جميل جدا، خد مكملات، ماشي، ربنا يوفقك، ده بنفرض ان هو خدها بشكل صحيح وبشكل سليم وشكل مظبوط وراعى كل حاجة، ماشي، خدت مكملات، تمام، كمل فيها، تمام، كبرت في السن، تمام. تعالى لي بقى بعد ما بطلت كل الكلام ده، وريني صحتك عاملة ازاي، وجسمك عامل ازاي، وقدراتك البدنية عاملة ازاي. امم قول لي ايه رأيك. قول لي ايه رأيك، وقارن كده بين ده وده. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، يا ست، يا ست الكل، اللي بيدخل جيم بيرفع اوزان، ودي حاجة مطلوبة طبعا جدا، وبيجيله دور برد ويبطل، بيفقد تقريبا 10% من كتلته العضلية كل 10 ايام او اسبوعين. ده اللي ماشي وشغال مظبوط، ماشي. بياخد وقت قد ايه بقى عشان يرجع؟ لا يقل عن 4 اسابيع، من 3 ل4 اسابيع، ماشي، جميل جدا. انت دلوقتي جالك دور برد، رقدت شويه، قمت اتشغلت شويه، معرفش ايه بتاع، رجعت تعمل كومباك تاني، هتسترد ال10% اللي انت فقدتهم دول. طيب لو المده كانت اطول من كده بكتير، بطلت بقى، اتشغلت، سافرت، رحت جيت، حصل عندك مشاكل، تغيير شغل، مفيش فلوس، ايا ما كان الموقف يعني، بطلت شويه حلوين، ايه اللي هيحصل لك؟ وضعك بيبقى عامل ازاي؟ تخس النص على طول. بطلت شيء كده شهرين ثلاثة أربعة، تلاقي نفسك خسيت النص. ليه؟ لأن أنت اتنفخت على الفاضي. اتنفخت على الفاضي، اتنفخت منظر، اتنفخت كشكل، اتنفخت كحجم، مش منفوخ حقيقي، مش منفوخ طبيعي، مش منفوخ قوة بدنية وتحمل عضلي ولياقة بدنية مظبوطة، لا، انت منفوخ شكل فقط لا غير، شكل فقط لا غير. الناس اللي عارفاني كويس ودخلت معايا الجيم عارفيني كويس، بفضل الله بفضل الله بفضل الله. انا ما عنديش كتلة عضلية كبيرة، لكن انا ممكن اقول ان انا من الناس اللي متأسسين بقدر الامكان بدنيا، بقدر الامكان بشكل معقول. عمري في يوم ما خدت مكملات غذائية. انا مش صاحب كتلة عضلية كبيرة، ولا عمري لعبت كمال اجسام، ولكن دخلت الجيم فترات طويلة. دخلت الجيم، اشتغلت طبيعي. بتبقى حاجه محبطه جدا 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 انك تبقى في الجيم فترات طويله، وتلاقي نفسك ما بتعلاش باوزانك، ما بتعلاش بالحجم العضلي، وتيجي تلاقي واحد دخل معاك الجيم 3 4 شهور، هوب الطق تلاقيه بقى هالك، حاجه عملاقه. طب ده ما هو مش طبيعي. اصبر بس عليه كده، شوفه اول لما يبطل، شوفه هيبقى عامل ازاي. وانت شوف نفسك لما تبطل، لو بطلت شهر 2 3 هتعرف تعمل كامباك بسرعه. الناس اللي دخلوا معايا الجيم عارفين كويس قوي الكلام ده، وبيشوفوني من غير تسخين، بقوم بسخن، بخش دور 2 3 او مجموعة 2 3،
بشيل اوزان اكتر من اللي هم بيشيلوها بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا مش صاحب كتله عضليه كبيره. القصه في ايه؟ مش شطاره مني لا، ولا ذكاء مني لا، القصه كلها وما فيها اسس نفسك وانت صغير كويس، ابني جسمك صح. تابعوا الحلقات اللي جايه ازاي تبني جسمك صح، وانا هحاول استاذن صاحب الحاله دي لو اذن لي ان انا اقول اسمه هقول اسمه واكتبه لكم حتى كمان في صوره مصغره على بدايه الفيديو. لو ما اذنليش الفيديو هينزل لكم زي ما هو كده من غير اسم الشخص ده. بس من فضلكم لو سمحتوا نداء اخير لكل الناس اللي بتشوفني، لو سمحت سواء اذا كنت لعيب او ولي امر بتلعب اي لعبه او ولي امر في اي لعبه، من فضلك حرص ان ابنك ما ياخدش مكملات في سن صغير، ولو هياخد مكملات في سن كبير ياخدها صح، ياخدها تحت اشراف طبيب بعد عمل التحاليل اللازمه ومتابعه وارشادات طبيب بعد عمل التحاليل اللازمه. لان اي حاجه كيميائيه داخله جسم البني ادم بتغير له فسيولوجيه جسمه، اي مركب كيميائي داخل جوه جسم الانسان بيغير فسيولوجيا الجسم. فمن فضلك لو سمحت ما تخربش نفسك بايدك، كفاية الملوثات اللي حوالينا وكفاية الحاجات الصناعية اللي حوالينا كفاية. انت بقى ما تدخلهاش حاجة زيادة وانت فاكر ان انت بتزود صحتك، لا انت بتقلل صحتك وتدمر صحتك. دمتم يا رب في احلى صحة واقوى عافية، واشوفكم ان شاء الله باذن الله الفترات اللي جاية. سلام عليكم.